صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. روتيننا النهاردة بقى روتين جامد جدا، روتين من اللي انتوا بتحبوه، روتين تنظيف السجاد العميق. هنعمل ايه النهاردة بقى في فيديو النهاردة؟ هنبدأ بقى نغسل السجاد وننضفه وكمان نمسح السلك. يلا بقى كده نبتدي الفيديو ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. اول حاجة كده هنبدأها مع بعض، هنجيب السجاد زي ما انتم شايفين هو بقى ده بديل السجاد، هنغسله كله. بس قبل بقى ما نبتدي الفيديو، حابة اشكر اخواتي وحبايبي اللي دخلوا عندي جديد على القناة، شرفتوني ونورتوني، ما تحرمش منكم ابدا. كل اخ وكل اخت على دماغي من فوق، انتوا حبايب قلبي من جوه. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا على دعمكم ووقفكم جنبي وكومنتاتكم الجميله اللي بتعجبني. النهارده بقى قررت اغسل السجاد من بدري، زي ما انتوا عارفين كده لما بحب اعمل روتين بعمل روتين من بدري خالص. عملت ايه النهارده بقى؟ اول حاجه كده صحيت من النوم، صليت الفجر، وبعدين قمت غسلت السجاد. كان قلت قبل ما العيال يصحوا ويوجعوا قلبي نغسل بقى السجاد كده مع بعض. انتوا تشجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه، وانا اشجعكم بروتيناتي الجميله اللي بتعجبكم. اول حاجه كده بقى هنغسل السجاده اهو. بصوا بقى، روتينات الجايه كلها روتينات زي ما بيقولوا كده ضرب نار. روتينات هتخلي، بصوا، الصيف عاوز روايح كده منعشه وعاوز ريحه حلوه وعايز ريحه النظافه على طول في قلب الشقه. فانا قررت بقى ان انا اديكوا طاقه ايجابيه وانتوا كمان تدوني طاقه ايجابيه. انا اديكوا طاقه ايجابيه اللي انا اعمل لكم فيديوهات تشجعكم اللي انتوا تقوموا تخلصوا اللي وراكم، وانتوا تدوني طاقه ايجابيه بالكومنتات الحلوه ودعواتكم الحلوه. بس اهم حاجه ما تنسوش تدعوا لامي ان ربنا يشفيها ويعفوها، وتدعوا لي انا كمان ان ربنا يكبر بخاطري ويوسع رزقي والقناه تكبر عشان نحقق منها ارباح. وعشان القناة تكبر احنا كمان لازم أن يكون فيها متابعين محترمين، متابعين مسكرتين معسلين زيكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. صلوا على النبي وسيدوا كمان النبي صلى، وحطوا اللايكات الجميله. انت بتعملي ايه؟ دعاء. احلى حاجه في الحمام هنا في الشقه اللي انا فيها، بتفرشي السجاده مره واحده. اللهم بارك، السجاده دي 3 في 2، بحطها مره واحده. يعني زي ما انتم شايفين اهو، بفرشها مره واحده كده واقوم غسلها مره واحده، واقوم بردك رايحه لماها شطفاها شطفه محترمه ولماها. مش كل بقى ايه شويه افرش حته واغسلها وافرد حته واغسلها، لا. الحمام هنا ده الحمام الكبير. اما الحمام الصغير حاطه في الغساله. اللي كتبوا لي في الكومنتات يا دعاء انت ما عندوش بتنزلي فيديوهات ليه؟ مش ما عندوش بنزل فيديوهات والله يا بنات وحبايبي وكل اخ وكل اخت تسالوا عليا. انا ملخومه اليومين دول مع البيتي تلا تعبانه، اسنانها تعباها. ف بروح اعمل لها، رحت عملت لها امبارح اشاعه، اول امبارح اشاعه على اسنانها عشان اعرف هي اسنانها فيها ايه، عشان بيطلع لها خراريج كتير في بقها، فعاوزين نعرف نعمل احنا فيها ايه. فده اللي بيخليني اللي انا مش معرفش انزل لكم فيديوهات. فقلت بقى لازم انزل لكم بقى فيديوهات عشان نبدا بقى اليومين الجايين دول كلهم نبدا سلسله تنظيفات، وسلسله غسيل السجاد وهنمسح الشقه، وهتشوفوا حاجات جميله جدا وتجديدات وحاجات من روتينات اللي بتعجبكم. فده اللي كان مأخرنا عنكم. انا ما يأخرنيش عنكم غير الشديد القوي. يعني انتوا تكونوا بتحبوني وانا ما بحبكوش، لا. انا ما يأخرنيش عنكم والله غير الشديد القوي. يعني انتوا عاوزين تقفوا جنبي وانا مش عاوزه اقف جنب نفسي، لا. انتوا بتشجعوني وانا كمان بشجعكم. انا خلصت اول واحده اهو، هم نضاف يعني مفهومش يعني مش متوسخين، هما بس مجرد تراب كده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. محدش يقول انت بتصلي على النبي كتير ليه وانت بتغسلي السجاد. انا الفيديو شيء وده شيء اخر خالص. فالمهم اهو، ادي اول سجاده غسلناها كده. خلاص خلاص تمام. اشيل بقى الميه دي اهي، بشيلها بردك كده اهون، واحط بقى ميه تانية. انا الصراحه السجاد التقيل في الحر ده الجو، اللهم احفظنا يا رب، ربنا يبعد عنا عذاب النار. جو صعب جدا جدا. فانا شايله كل السجاد وحاطه اللي هي الحفاظات
الخفيفة، مش حاطة الحفظات اللي هي التقيلة، لا الحفظات الخفيفة. زي ما انتوا شايفين دي حفظة، دي مش سجادة، دي حفظة خفيفة خالص. انا بقى فرشة اخف منها كمان. يعني ليه بقى؟ الجو حر، انت بتبقي مفرهده في الحر، ما بتبقيش طايقه اي حاجه، مش طايقه الشقه اساسا انت قاعده فيها و... و... والجو صعب، والمراوح بتجيب ولعه وحاجه فوق الوصف. كل شويه كده عاوزه تخشي تاخدي شاور. الجو مفرهد 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 مفرهد، لا الجو صعب جدا جدا. الله المستعان، ربنا يا رب يعين الناس اللي بتشتغل، الحدادين والنجارين، ويعين كل واحد بيشتغل يا رب بره بيته. إيه، بصوا انا برغم ان كنا الصبح، بس بغسل شويه وبقعد شويه. ليه بقى؟ في هبوط، في تحس كده ان الاكسجين بيخلص منك. الجو والله يا جماعه، الجو فظيع جدا. الجو مش احسن حاجه الصراحه، الجو مش احسن حاجه خالص. الجو صعب جدا، بس يعني اللي وراه شغل لازم يخلصه، اللي هيروح شغله، اللي عنده شغل في البيت، الستات اللي عندها شغل في البيت لازم هيقوموا بدري يخلصوا كل شغلهم وخلاص. اللي عندهم بردك الاولاد بتوع الثانويه العامه، يا رب ربنا ينجحهم ويفرح اهاليهم ويعوض تعبهم خير. بصحوا بردك معاهم بدري وبقوا متوترين. واحنا كده كده خلاص بقى هانت على الابواب. يعني احنا النهارده 5 6 7، فكلها شهر بقى وهنبدأ الدروس، ودايرة الدروس بقى تبتدي من تاني و... والحاجات دي كلها، فالله المستعان بقى. اخلص ديا اهين بغسلها كلها مرة واحدة، واقوم بقى جايبة المساحة كده، شايلة المية بقريا، ومشغلة بقى الخرطوم تاني، شطفاها شطفة محترمة وبرماها وخلاص. انا زي ما انا قلت لكم، الشقة هنا احلى حاجة فيها ان الحمام بتاعها واسع. عارفين الفيديو بتاعي اللي انا كنت عامله فيه عن القبض والميزانيه والحاجات دي، وانا بنزل بقول الشقه اللي انا قاعده فيها ب2500، الشهر ده بقت ب2700. عشان واحده بتقول لي ليه يا دعاء ده انت في الارياف؟ بص يا حبيبتي، هي الايجار ما عادش ليه دعوه بقى بالارياف ولا بالمدينه، هي خلاص الايجار من 2000 و2000 ونص و3 كمان. فكل واحد عنده شقه عاوز يستغلها صح، يعني هو مشروعه، فهو عاوز يستثمر فلوسه في حاجه تجيب له فلوس عائد حلو. انا من وجهة نظري، بدل انا قاعده مرتاحه ونفسيتي مرتاحه خلاص، ربنا يهديله صحاب الشقه يا رب ويجددوا لنا عقد السنه الجايه. لان الواحد الصراحه يعني مش حابه ان انا اتنقل بقى تاني، مش حابه ان انا انقل عزالي واتبهدل، ولا بهدل نفسي ولا بهدل اولادي. انا الحمد لله يعني حمدت ربنا اللي محمد ابني بقى نفسيته هديت واستقر. احنا يعني 6 سنين اقسم بالله متبهدلين، 6 سنين من شقة لشقة، 6 سنين كل سنتين بتنقل من شقة لشقة. من عمر تلا بنتي انا خارجة من وهي في بيت العيلة. إيه، كانت عمرها 7 اشهر. تلا دلوقتي في شهر 10 الجاي هتكمل 7 سنين، احسبوها انتوا بقى، الله المستعان. فانا الصراحه انا ملتزمه في الشقه هنا، وصحاب الشقه الصراحه ناس محترمه جدا 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 جدا. ف ربنا يا رب ما يغير علينا. وانا نفسي اما اخرج من الشقه هنا يبقى على بيتي، ومنية حياتي لو 70 متر. يعني انا لسه بتكلم مع حد النهارده وبقول لي جدعاني عشان تشتري حته، بقول لهم لا انا مش هقدر. يعني مش هقدر ان انا اروح اشتري حته بمليون وارجع ابني بمليون. فانا بقول لهم نفسي اشتري بيت ولو 70 متر، يعني 70 متر، اوضتين وصاله مطبخ وحمام محندقين كده على قدي، بس تبقى ملكك، يعني اوضه ملكك احسن من شقه فيلا سكن. بس بحمد ربنا انا احسن من غيري بكتير، يعني الحمد لله. هي الفلوس بتزنق، والله العظيم بتزنق جامد 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 جدا. بس ربنا اللي بيرزق. يعني انا بص بقى اول الشهر دون ربنا وحده بيعلم الواحد بيمشي ازاي من يوم 15 في الشهر. اقسم بالله انا مش قادره اقول لكم ان انا ببقى كح تراب، بكح تراب كده عشان خاطر ان الواحد يعرف يمشي نفسه 15 يوم الاولانيين. فالله المستعان.
لان ده كومنت جالي بتقول لي انت في الارياف فبتدفعي ايجار كتير ليه؟ فوالله هي ما عادتش فارقه بقى ريف مدينه قريه، كلها عادات محصله بعضها. الارياف عادات زي المدينه بالظبط، ما عادش فيها حاجه مختلفه عن الارياف. وانتوا وجهة نظركم ايه من فكره الارياف؟ فكره الارياف دي احنا نعتبر احنا بلد ريفيه، في ريف وكل حاجه، بس والله يعني احنا قريتنا متحضره جدا جدا جدا. يعني القريه بتاعتنا آم، مش قادره اوصف لكم. المهم الله المستعان، ربنا يا رب يعيننا جميعا. و وانا اي واحده بتيجي تسالني اعيش برا بيت العيله ولا اعيش في بيت العيله، اقول لها لو تقدري تسيطري على نفسك وتسيطري على المشاكل اللي حواليكي عيشي في بيت العيله. مش هتقدري تسيطري على نفسك ومش هتقدري تعيشي ومش هتقدري تسيطري على المشاكل اللي حواليكي، وجوزك من نوعية الناس اللي مش بتحب المشاكل، إيه، اخرجي وعيشي حياتك برا، واعملي زي هيني قرشك وما تهينيش نفسك. هتقابلي بقى ناس كتير قوي تقولك عيالك اولى بالفلوس دي، انتي هتسكني برا ليه؟ انتي بتتبهدلي ليه؟ عيشي معاهم ودب. يعني انا كان بيتقال لي كده والله، وحط رجلي على رجلي وافضلي طالعه ونازله. انا من الناس اللي مش بحب المشاكل، وانا من الناس اللي بتعب من المشاكل. يعني انا من الناس اللي نفسيتي بتتعب من المشاكل. ما انا مش هفضل طول عمري يتقل مني. انا ما عدت صغيره، ده 32 سنه، متجوزة وانا عندي 22 سنة. فتخيلوا الفترة دي كلها في مشاكل ووش ووجع دماغ، شوية نتخاصم وشوية نتكلم وشوية نتصالح وشوية نتعمل. تعبت والله العظيم من كتر المشاكل وكتر الضغوطات. والنصيحة انا بقولها نصيحة، البنت، لو انت عندك بنت او انت بنت بتتفرج عليا، عيشي في بيت العيلة وكل حاجة. مش كل بيوت العيلة مش حلوة، ومش كل السلايف وحشين، ومش كل اللي الجوازات حلوة ولا وحشين. في الحلو وفي الوحش، ومش كل مرات الابن وحشة ومش كل مرات الابن حلوة. بس انت هتعيشي في بيت العيلة خلي ليكي حدود، ما تنزليش على طول، ما تنزليش من يوم الصباحية. غلطة عمري، اه ايوه غلطة عمري. ولو انتوا عاوزين التفاصيل، غلطة عمري الحاجة الوحيدة اللي عملتها غلط في حياتي ندمت عليها، اللي انا نزلت من نهار الصباحية. يوم الصباحية ده انا نزلت منه بعد صلاة الظهر على طول، والله فاكراه. بعد صلاة الجمعة ابو محمد خرج راح يصلي الجمعة وانا نزلت قعدت تحت. غلطة عمري اللي انا نزلت يوم الجمعة وما كملتش 4 ايام مسحت السلم. اشوف بس الرسائل دي ونرجع مع بعض تاني. فاعملي لنفسك حدود، هتعيشي معاهم اعملي لنفسك حدود، هتعيشي لوحدك بردك اعملي لنفسك حدود. ما تنزليش، اقفلي عليكي شقتك، انزلي براحتك، ما تنزليش بدري، ما تستعجليش وتقولي هنزل بدري. خليكي كده معززة نفسك. والله العظيم خدوها نصيحة مني، ليه تنزلي يوم الصباحية؟ ليه؟ حد يقول لي انا نزلت نهار الصباحية ليه؟ إيه، بصوا، في حاجات كده الواحد مش بيحب يتكلم فيها، وفي حاجات كده الواحد لما بيحب يتكلم فيها اعصابه بتهدى، وفي حاجات كده الواحد لما بيحب يتكلم فيها ان غيره يستفاد منها. اقسم بالله بيبقى نفسي غيري يستفاد منها، مش اكتر يا بنات. فما تنزليش بدري، عيشي حياتك براحتك، نامي في شقتك، اشربي في شقتك، كلي في شقتك. ما تمسحيش سلالم، عن السلالم ما اتمسحت وانت عروسه، عن الشقه ما اتروقت وانت عروسه. ما تعمليش اي حاجه، خليكي عروسه في نفسك، خليكي لسه عروسه جديده متجوزه جديد. انت فاهمه قصدي ايه؟ ما تهينيش نفسك. هتعيشي في بيت العيله ما تهينيش نفسك في بيت العيله. وانت يا امي يا ست الكل، ما تضغطيش على بنتك وتقولي لها عيشي معاهم واعملي لهم وروقي لهم وكنسي لهم ومسحي لهم وتهلك صحتها وتهد حيلها. ولما تيجي هي يبقى عندها عيال وتكبر في السن كده، 33 سنة كبيرة و32 سنة كبيرة،
ما هي الصغيرة. لما تيجي في العمر بتاعي دون تيجي تلاقيش صحتها، تيجي تلاقي عندها نقص حديد ونقص كالسيوم ونقص بروتين، وعندها شاشة عظام، ورجلها عندها خشونة، وظهرها الفقرة الخامسة والستة متحركين من مكانهم. والحمد لله على كل حال. مش لاقية صحتها، لان صحتها في الفترة اللي قعدت فيها في بيت العيلة اتهلكت من الترويج، اتهلكت من المسيح، اتهلكت من الترفيه، اتهلكت من النفسيات اللي وحشة. بص هقولك على حاجة، الشغل ما بيتعبش، الشغل ما بيتعبش. عارفة ايه اللي بيتعب؟ انك انت تكوني عايشة في مكان، تكوني عايشة في مكان نفسيتك مش مرتاحة فيه. انك انت تكوني عايشة في مكان الكلمة اللي بتتقال بتذبحك امر من سكينة بتذبح رقبتك او تخش في قلبك. عادي، انا ممكن اهدي البيت وابنيه، انا طول عمري بروق وبمسح وبطبخ وبكنس وبعمل كل حاجه، عشان ما فيش واحده تقول لي الترويق يا دعاء ونوبك ثواب يا دعاء، ومش ينوبك ثواب، ده حماتك زي امك، ده حماتك مش عارفه ايه. انا بتكلم على العموم، محدش ياخد الكلام عليا. وفي ناس هتاخده عليا، وفي ناس هتخش تقول دعاء بتتكلم علينا ليه، احنا في حالنا وانتوا في حالكم، والحاجات دي كلها. انا في حالي وانتوا في حالكم، وانا ما بشغلش دماغي بحد، وما بفكرش في حد، وما بدورش ورا حد، ولا بدور عليكم، ولا بشغل دماغي بجنس مخلوق خلقه ربنا غير نفسي وبيته وعيالي. اعملي، بس بدل ما هتعملي الحاجة واللي قدامك هيقدرها، اعملها بحب. هتعملي الحاجة واللي قدامك مش هيقدرها، ما تعمليهاش. وخدها نصيحة مني كمان، عارفة نصيحة مني، عارفة قولت ما بعرفش اعمل الحاجة دي جميلة جدا. عارفة في مثل عندنا في الارياف بيقولك ايه؟ الشاطرة هلكت صحتها، والخايبة الكل في خدمتها. عارفة المثل ده يتطبق على اختك دعاء، المثل ده هو يتطبق على اختك دعاء. هتقولي لي يا دعاء، هقولك لان دعاء فتحت صدرها وللدنيا وللناس، وكل حاجة كانت تقول عليها بعرف 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 بعرف، لغاية خلاص اللي جاي بعدك بيقول ما بعرفش، وقولت ما بعرفش بتريح. فنصيحة مني، اعملي زيي ما تعمليش زيي. عاوزين نتكلم في المواضيع دي، ونتكلم عن بيوت العيلة، ونتكلم على المشاكل الحياة عامة كلها. اكتبولي في الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون لطيف وخفيف عليكم. انا خلصت غسيل السجاد جوه، وبمسح بقى السلم اهو. كان العيال صحيوا، قلت لمحمد يا محمد تعالى صورني بدل ما احط التليفون على الستاند والستاند يقع، تعالى بقى خدني لقطتين كده. فاتمنى يكون الفيديو لطيف وخفيف عليكم. اهم حاجه اهم حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا كلمه الكل، عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم. مش عارفه انتوا حبايب قلبي 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 5 قلبي من جوه، اقسم بالله. كل اخ وكل اخت وكل ام وكل اب محترمين، بيشرفوني وينوروني في القناه. انتوا على دماغي من فوق. اكتبوا لي كومنت حلو ودعوه حلوه منكم كده بتيسير الحال، ان ربنا ييسر امورنا ويصلح لنا حالنا. وزي ما انتم شايفين بقى كده، انا بحب بردك لما بمسح السلم بطص شويه ميه كده على الترابزين، على الحيطان، اغسلها من التراب اللي فيها، اعملها بقى كده زي ما انتم شايفين الرخام، وبترطب بردك السلم، وبتنضف الشقه، وبتنضف مدخل العماره. مش معنى اللي انت ساكنه، مش معنى اللي انت تسيبي مدخل العماره اللي انت ساكنه فيها مش نظيف. الست النظيفة الشاطرة بتبان من 3 حاجات في بيتها، من سلمها وحمامها ومطبخ. غير كده اقسم بالله كله عادي. اوضه النوم لو متكركبه عندك عادي، اوضه الاطفال لو متكركبه عندك عادي، الريسبشن لو متكركبه عندك عادي. اهم حاجه ال3 حاجات دول: مدخل البيت اللي انت قاعده فيه، حمامك، مطبخك. غير كده سيبك من اي حاجه، ريح اعصابك وهدي اعصابك خالص خالص خالص، وقومي خلصي الشغل اللي وراكي، وتشجعي كده، ويجعل يومكم النهارده يوم كله سعاده وفرح. يا رب ما يتحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. وكبروا لي كده القناه، ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، اسيبكم انا اكمل السلم، ماشي؟ وانتوا تحطوا اللايك، وتقولي لي الكلام اللي انا بقوله كلام موزون، اللي احنا ما نهنش نفسنا. وما اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه، ما تنزلش يوم الصباحيه عند حماتك تحت. حتى لو انتي نازله تنزلي لها الهديه بتاعت اول يوم جواز، ما تنزلي لهاش. اسمعي مني انا، ما تسمعيش من حد تاني. اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير، في رعايه الله، مع السلامه.